بصلة الرز يا جماعة أنا بحبها غامقة. انت عايزة تفتحيها فتحيها تمام. الرز مش مغسول، لو عايزة تغسليه براحتك، مش عايزة تغسليه ما تغسلوه، بس هو ما بيتغسلش. أنا كنت الأول ايه بغسله عادي، ما بقيتش أغسله. طعمه بيبقى تحفة ومفلفل وكل حاجة جميل أوي. تمام كده. بصوا بقى البتاع ده عشان حطيته سقطت بسرعة عشان ايه ميتهرش، لأن أنا كفيت عليها جزر وحبة البقدونس مع البصل مع الطماطم يا جماعة مع الفلفل، وهتقلبيه كده طبعا. طبعا ايه لو انت بقى بتعمليه في رمضان والكلام ده كله، ممكن تقلبي وتعملي وتحمري البصل والكلام ده كله، يتبقى بس ايه على المية حبة بقى كاري كركم كده، حبة بقى كزبرة. عايزة بقى تحطي واحدة ماجي حطي، مش عايزة ما تحطيش، لان انا لقيت حد بيقول لي ايه الماجي غلط. فانا طبعا عشان يعني مش هستخدم كتير، كنت الاول بستخدم كتير، دلوقتي مش هستخدم كتير، هحط واحدة بس. تمام يعني انا هقللها، لان هو حد قال لي غلط على القلب والكبد والكلام ده كله. طبعا انا ايه باخد طبعا نصايح، مفيش مشكله يعني، ما نفيد بعض مفيش اي مشكله. الرز يا جماعه ما بيتغسلش بيبقى حلو جدا، وفي شيفات كتيره جدا بتعمله من غير غسيل. انا الاول كنت بغسله. تمام. واقلب كده واسيبه يا دوبك بقى ايه يا دوبك اما اجي وانا بقى للسمك وانا بعمل البتاع، يا دوبك انا هسقيه الميه بتاعته وهعمله. يا جماعه انا بحبها غامقه، بتبقى احسن واحلى من كتير من الرز الفاتح. لو فلتت مني مره فاتح، انا بحب الرز الغامق.